الحدود العراقية الكويتية السعودية. طبعا الفيديو اللي انا عملته بحكي فيه هو جت صدفة، يعني ان احنا بنحكي على الواقع العربي والاحداث اللي مرت على العالم العربي، ومن ضمنها غزو العراق لدولة الكويت. وانا كنت شاهد عيان وكنت متواجد على ارض الكويت، وطلعت زي ما قلت في الفيديو من الكويت من الحدود السعودية متوجها صوب السعودية عشان ارجع مصر. ما كنتش هرجع لولا ظروف خاصة، يعني كانت ظروف أسرية في هذا الوقت. وجد الفيديو تفاعل كبير جدا، ويعني اداني مؤشر على مدى تعطش الإخوة العرب والعراقيين عموما، والإخوة غير العراقيين، إن هم يسمعوا الحقائق من شخص عاش هذه اللحظات الفارقة. يعني كانت كارثة على الأمة العربية يعني الحقيقة، وكانت سابقة يعني لم تحدث ان دولة عربية احتلت دولة عربية. لكن ده بيبين معدن العراقيين والشعب العراقي اللي كان ضد هذا في اغلبه، يعني ضد هذا الغزو، وبيدينا صورة مهمة جدا عن معدن الشعب العربي الحقيقي وعلاقة الشعوب العربية ببعضها، اللي بتسمو على علاقات يعني الحكومات الحقيقة. وإن شاء الله فيه سلسلة هتتبع لهذه الفترة عشان بس نتعلم. لأن إحنا معتمدين في يعني في هذه الرواية للأحداث على أبواق إعلامية كانت مغرضة لا تنقل الحقيقة على أرض الواقع الحقيقة. وأنا كنت حريص جدا إن أنا أسجل كل ما مر من أحداث، لكن كنت على علم بأهمية هذه اللحظة وأهمية إن أنا أكون شاهد عيان في هذه اللحظة، في هذه البقعة من العالم، في هذا التاريخ. شكرا لكم، وإن شاء الله هنتواصل دائما مع بعض. السلام عليكم.